زار اليوم الجمعة أعضاء مؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا برفقة عدد من الشخصيات الدينية وعلماء الدين في المنطقة ضريح الشيخ معشوق الخزنوي، والذي اغتيل في الأول من حزيران عام 2005 عقب اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق. ويحيي أهالي مناطق شمال وشرق سوريا في الأول من حزيران في كل عام ذكرى اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اغتيل عقب اختطافه من قبل أجهزة حكومة دمشق الأمنية في أيار عام 2005 من مقر عمله في العاصمة دمشق بعد نحو عام من انتفاضة 12 من آذار 2004. وفي هذا السياق تحدث الرئيس المشترك لمؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا محمد غرزاني قائلا عندما نادى الشيخ محمد معشوق الخزنوي بأن على العالم احترام الشعب الكردي، وأن من حق الشعب الكردي العيش كباقي الشعوب الأخرى طالته يد الغدر التي بقيت مخفية إلى الآن. أردنا أن نقوم اليوم باستذكار الشيخ معشوق، وأن نبشره أن المؤتمر الإسلامي يمشي وفقا لما أراده، وبإذن الله فإن آراءه ستساعد في تطوير المؤتمر ويزيد من انضمام العلماء الكرد الذين باتوا الواحد تلو الآخر ينضمون إلى رؤية وإرادة الشعب. لذا نبارك شهادة الشيخ معشوق مرة أخرى على شعبنا وعائلته كافة. اجبروا له امجار کی شهادت الشيخ معشوق لملت خوا پیروز دکن لمالباتا وی پیروز دکن.